هتفضل تدفن حلمك بايدك لو بتعمل الحاجتين دول. عارف الفرق بين الحلم اللي بيتحقق والحلم اللي بيموت؟ هو خطوة واحدة بس المشكلة كلها ان انت مش قادر تاخد الخطوة دي. كل يوم بتصحى تحط خطط وبتتخيل، بس التنفيذ دايما بيتأجل لبكرة، وكل ما تيجي تبدأ تلاقي دماغك واخداك في مليون احتمال وفخ من التفكير. فالحقيقة انت مش محتاج خطة مثالية، انت محتاج بس شجاعة انك تبدأ حتى لو الدنيا مش جاهزة حواليك، لان اللي بيستنى الجو يبقى تمام عمره ما هيزرع، وزي ما المثل بيقول اللي ما بدأش النهارده هيفضل يندم بكره. وزي ما زيجلر قال you don't have to be great to start but you have to start to be great. واللي فهمته من الجمله دي انك مش لازم تكون عظيم عشان تبدأ، بس لازم تبدأ علشان تبقى عظيم. وزي ما ربنا قال في القرآن الكريم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وفي النهاية لو لسه مستني الوقت الصح عشان تبدأ، فاعرف إنك بتدفن حلمك بإيدك. فابدأ دلوقتي حتى لو مش جاهز، واعمل لاف وفولو وسيب لي كومنت برأيك.